بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحشتوني جدا جدا. وصفة النهاردة بقى سهلة جدا، تتاكل في الشتاء كده وهي سخنة تدفينا، وتتاكل في الصيف وهي باردة، يعني في اي وقت نعملها. يلا نشوف عملنا الحلو السهل ده ازاي. معايا هنا كيلو من البرتقال البلدي، موجود دلوقتي في السوق، نلحق نستغله بقى قبل ما يمشي. ومعايا كيلو من الجزر. لو انت عايزه الوصفه بتاعت النهارده مززه شويه كده ممكن تزودي البرتقال عادي، انما هنا بالنسبه لي كيلو وكيلو، فهي بتطلع مظبوطه ولونها حلو وكمان طعمها حلو ومغذيه جدا جدا. جبت الجزر قشرته وغسلته كويس قوي، وبعد كده قطعته وهحطه في ميه على النار بيتسلق حوالي نص ساعه. المهم ان هو يستوي معايا كويس قوي علشان ينضرب كويس في الخلاط، وكمان ما يبقاش فيه اي تكتلات فيه خالص. رفعت الجزر على النار من غير اي سكر او اي حاجه، هيستوي معانا. ومعايا هنا كيلو البرتقال بالعصاره بتاعتك بقى الكهرباء، العصاره اليدويه. ابدا اعصره كويس قوي. وخدي بالك بقى وانت بتشتري البرتقال ان هو يبقى طري كده وفيه ميه كتير علشان يطلع لك عصير كتير برضو. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصلك كل فيديوهات الجديده. مش قادره اقول لكم الوصفه دي مغذيه ازاي ومفيده جدا، ولو عندك اطفال بتبقى مفيده جدا جدا لصحتهم ومناعتهم. الجزر والبرتقال مفيدين قوي قوي. ممكن تقللي كميه السكر وتعملي لهم الوصفه دي مغذيه جدا جدا، وهتديها لهم وانت مطمنه. حلوه قوي وكمان طعمها حلو، الاطفال الصغيرين بيحبوه. بصوا بقى كميه العصير اللي طلعت معايا حوالي كوبايتين من عصير البرتقال. طبعا البلدي هو افضل عصير تعملي بيه، ولو عندك مخزناه في الفريزر طلعيه واستعمليه على طول. حطيت بقى في الخلاط بتاعي الجزر اللي انا سلقته والبرتقال اللي انا عصرته على بعض، وهضربهم في الخلاط لحد ما يبقى بيوريه. ممكن تستخدمي الهاند بلندر، الكب، اي حاجه عندك هتنفع يعني. خلصتهم وضربتهم كويس قوي. بصوا بقوا بيوريه، لونهم حلو قوي وقوامهم كده مناسب جدا جدا. ان النسبه تبقى متساويه بيبقى القوام حلو جدا. وتحلي بقى بالسكر زي ما تحبي. انا حطيت حوالي 10 معالق من السكر، كانوا بالنسبه لي مناسبين قوي لان انا ما بحبش السكر الكتير. ممكن تزودي سكر تقللي سكر، ده يرجع ليكي. وبعد كده حطيت حوالي 8 معالق من النشا. ده كله على البارد، انا ما رفعتهمش خالص على البوتاجاز لسه. بالمضرب بتاعي بقى بدات ادوب كل النشا والسكر في الخليط بتاعي علشان لما ارفعهم على النار ما يبقاش في اي تكتلات معاكي، ويبقى ناعم كده وكريمي وحلو قوي. وما ما تفضليش تقلبي فيه كتير على النار برضو. خلصت الخليط بتاعي، رفعته على النار، قعد حوالي نص ساعه بس بيغلي معايا، وبعد كده بقى جاهز جدا. وطبعا بالمضرب برضو على النار بحيث ان هو ما يعملش معاكي اي تكتلات خالص زي ما احنا شايفين كده. نزلته من على النار وهبدا اغرفه بقى في الاطباق بتاعتي. ممكن بقى تحطي له مكسرات وهو لسه على النار كده في وقت السوى، بتبقى جميله ولذيذه وطعمها بيبقى حلو قوي. ممكن تزينيها زي ما انا عملت فوق الطبق كده من على الوش، بحيث ان انت يعني التزيين ده يرجع ليكي طبعا يعني. غرفت بقى كل الاطباق بتاعتي كده. عايزه اقول لك هو سخن كده طعمه حلو قوي قوي ولذيذ كده، والمزازه بتاعته بجد قمر الدين يعني، حلو قوي. بنقول بقى المشمشيه مهلبيه برتقان وجزر، قمر الدين الكذاب، بس طعمها حلو وتستاهل بجد. وهي سخنه كده بقى في الشتاء دلوقتي بتبقى حلوه قوي قوي ولذيذه كده. وفي الشتاء وفي الصيف بعملها وبحطها في التلاجة، بتبقى حلو بارد، بتبقى حلوه قوي قوي برضو. خلصت الكميه بتاعتي كلها وبدات تزينيها بقى بالزينه اللي تحبيها. ممكن ما تحطيش عليها حاجه خالص، بتبقى طعمها حلو قوي قوي برضو وغذيه. جربوها لاطفالكم. سريعه. في السهره كده محتاجين حاجه حلوه ناكلها، طعمها حلو قوي قوي. الفستق الكداب اللي عملناه مع بعض، جربوها هتعجبكم قوي قوي. قوامها حلو ولونها احلى، ما حطيناش اي الوان صناعيه خالص. بصوا لونها وقوامها وطعمها حلو قوي ومزازتها رهيبه. طبعا بقى لو عاوزه تزودي الكميه ممكن تضافي كميه الجزر والبرتقال، هيعملوا لك كميه حلوه قوي قوي. جربوها وما تنسوش تكتبوا رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله.